له سببين. اول سبب فيهم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معلش بصور لوحدي. إيه، فضلا منكم كده ان شاء الله الاشتراك في القناه، تفعيل الجرس واللايك الجميل، عشان برضو نشير لبعضنا، والشير اهم حاجه. القناه بتاعتنا يا جماعه محتواها نساعد الغير، تمام؟ نساعد الغير، فاللي هيشترك معايا مش خسران، كسبان. يعني كسبان، مفيش فيها كلام خالص، كسبان. ولو مش مصدق جرب. إيه، الاشتراك وتفعيل الجرس واللايك والشير بعد اذنك. نخش في الموضوع. احنا عندنا ان شاء الله صور، فيديوهات لفسيخ اخواتنا وحبايبنا في الله. عندهم سمك زي الفل وكل حاجه، بس في غلطات. الغلطات دي ان شاء الله يعني باذن الله ان هنصلحها سوا، وهنقول اللي حصلت ليه وعلاجها ونتجنب ازاي ما تحصلش كده تاني. وبعد كده كل اخت لها فيديو عندنا بعتته لي، هو نزل في الفيديو دوني، يا ريت تتفرج عليه عشان تعرف برضو الغلطه فين. عندنا سمك ضرب في الملح، هتشوفوه برضو بعد ما اخلص ان شاء الله. كل ده هيترص ورا بعضه. السمك اللي ضرب في الملح يا جماعه له سببين. اول سبب فيهم التفويته في الحر. حكم في سيخ الحر ده يعني مش اي حد يملحه. وانا برجو من الفيديو ده اهو، اي حد بيملح فسيخ، سواء عنده قناه، سواء عنده على الفيس، على اي حاجه، يعني بيعرض للناس، يعرض بما يرضي الله، لان انا اتبهدلت في الشغله دي. انا محتوايا سمك وفسيخ، مش فسيخ بس، ولكن لقيت الناس كلها مصممه على الفسيخ، وبتجاهم عشان الفسيخ، وبيجوا عشان الفسيخ. فلقيت ان يعني ساعة اسكتوا انتم عايزين تعملوا فيديوهات للفسيخ، ادرسوه صح. يعني ايه ادرسوه صح؟ يعني مثلا نجيبوا مثلا الفسيخ واعملوه بطريقه كويسه، تبقى في متناول الجميع وناجحه، ونجرب في نفسنا، جرب في كيلو في سمكه لحد ما توصلي او توصل للنتيجه الصحيحه. بعد كده اعمله واعرضه، يبقى انت بتشير بما يرضي الله وبتفيد بما يرضي الله. انما مش نعمل اي هاتش ونقوم منزلينه عشان خاطر مشاهده، عشان خاطر لايك، عشان خاطر مش عارف ايه، والناس تعمل وتتضرر ويترمي. كسبت انت ايه؟ انت كده دلوقتي كسبت ان انت الناس بصت عليك وعملت زيك، وبعدين باص منهم يدعوا عليك او يدعوا عليكي. لكن لما انت تعملي وينجح معاهم هيدعوا لك ويفتكروك بالخير. فانا اتمنى من الله ان مش انا اخوك الصغير، ما تزعلوش مني، ولكن اتمنى من الله كلنا نساعد بعض بما يرضي الله. المسلم والمسيحي دولت على دماغنا من فوق، كلنا واحد، كلنا عايشين تحت سقف واحد. يعني المسيحيين انا مسلم، بس المسيحيين على دماغي من فوق، والمسلمين على دماغي من فوق. انا كل اللي بيحبوني قسما بالله مسلمين ومسيحيين زي بعض عندي، والله مفرقهم من كلامهم الطيب ومن كلامهم الحلو ومن لسانهم بنقط عسل، قسما بالله قسما بالله. فاحنا هم حلوين كلنا مع بعض اهو، يبقى احنا ما نضرش بعض. فاللي عنده فيديو حلو ينزله بما يرضي الله، حاسس ان هو ممكن يضر غيره، بلاش منه، يشوف حاجه تانية، بلاش الفسيخ ده، خلوه له الناس، لانه لبخه كتير، مشاكله كتير. اللي يفكر ان هو يعني في الفسيخ مش بعد كده بيضحك على نفسه. بحره غويط، هو اسمه فسيخ بس بحره غويط، تمام؟ انا اسف طبعا. اللي ضرب في الملح ده يا جماعه، نرجع لمرجوعنا تاني، بيبقى فيته قوي، او اتعرض لسخونيه جامده في اثناء التمليح، يقوم يضرب في الملح. يعني يفيته قوي ورم يضرب في الملح. لو انت فيته شويه وحطوه في حته سخنه والملح فوق منه، والملح يا جماعه بيسخن السمك، برضه يضرب في الملح. فاحنا نتجنب التفويته في الصيف، نخليها مش تفويته عاليه، وفي نفس الوقت نحطه في مكان رطب. نيجي للسمك. اختي برضو بتقول عندها سمك طلع جميل جدا وسايح وزي الفل ومفيش بعد كده حلاوه، ولكن الاخت لما خدت منها السمك، اخت يعني زبونه، قالت لها ده جميل بس طار زياده عن اللزوم، وواحده بيضه وواحده وردي، لحمها لونه ابيض وواحده لونها وردي. نبدا باللي سيح زياده عن اللزوم دي من حاجتين. اول حاجه التفويته مع سمك بايت عند صاحبه في الصيف، خلاف الشتاء. احنا في الصيف، محدش يقول لي الشتاء بقى وانا كنت جبت وكنت عملت، لا احنا فين؟ في الصيف. انما نعيش للشتاء نبقى ان شاء الله ننزل تاني طول ما احنا عايشين. انما انا قلت ان في الصيف نتكلم على في الصيف عشان الدماغ دي فيها كتير، ما نقعدش نكون فوق نفسنا.
يعني انت بتسمعيني دلوقتي او انت بتسمعني دلوقتي ودماغك لا حول ولا قوه من اللي فيه، فما تشغلش نفسك، خليك في حاجه واحده بس. ولما يجي حبيبي او يا اختي في الله في الشتاء ده من عنده ومن عنده، انتوا عارفين اي حد بيرن عليه بقول الو، واللي بيدي رن وبيقفل اني بكلمه. طب احنا نعمل ايه؟ نقوم احنا نيجي في الصيف ده اهو نتوكل على الله ونمسك السمكه صبحه خدها احمر. اعرفها ازاي؟ عندك 5 6 7 فيديوهات بتتكلم عن السمكه الصبحه، عندي دور عليه هتلاقيه عندك. السمكه البيتك مع التفويته الشديده تقوم تعمل ايه؟ تخلي الفص عامل زي الميه طري. طيب انا جبته طازه، جبته طازه والسمك لقيته برده من جوه فايت قوي، يعني طري عامل زي الميه. يبقى ده عيب تخزين، عيب تخزين مش منك. ممكن يكون يعني السمك انت سبتيه فيتحل حلو وملحته حلو، ولكن عرضتيه للفتح والقفل، دخل له هواء، نفتح ونقفل نفتح ونقفل عليه، والجو عندنا في رطوبه. يعني عارفين لما يكون واحد الدنيا فيها هواء بس هو واحد عرقان وجسمه مملح، دي اسمها رطوبه. يقوم الرطوبه تعمل في السمكه كده، تاكلها كده، فما تبقى غصب عن الانسان. ولكن ناخد بالنا السمكه كويسه وصبحه وكل حاجه، لكن عملت كده شويه بعد سمكه، بعد سمكه مش كله، بعد سمكه، دي من الرطوبه. يبقى عندنا يا سمكه الرطوبه اللي تخليها توصل للحاله دي، ودي عادي مفيش منها مشاكل، تتاكل برضه عادي خالص. والسمكه البيته مع التفويته تعمل كده. نيجي للسمك التاني اللي هو مثلا ايه سمكة لونها أبيض وسمكة لونها وردي. السمكة البيضاء يا جماعة ذكر، والسمكة الوردي نتاين. نعرفهم ازاي؟ لما نكون السمكة مثلا عندنا سمكة عارضة، سمكة مبططة كده وقصيرة وعريضة. يعني عريضة يعني زي ايه كده، عريضة ومبططة كده، ما هياش مبرومة، تمام، وقصيره. انتوا فاهمين قصدي؟ يعني مثلا لو جبنا سمكتين السمكه كيلو، سمكه طويله ومبرومه كده ورفيعه، طويله كده مثلا ومدوره كده ورفيعه، دي ذكر ومع انه كيلو. وجبنا سمكه هو ده كده، جبنا سمكه قد اقصر منه ولكن اعرض منه ومبططه، دي نتاين وكيلو برضه، يعني الاثنين يبقوا كيلو، دي كيلو ودي كيلو. فدي يا جماعه سمك ذكر وانتايه بيجي من الايه؟ من اللون. اذا كان الذكر ابيض والنتايه تبقى وردي، وفي نفس الوقت في الطبيخ بتبقى نتايه ناعمه ناعمه، والذكر يبقى فص خشن. لو جبت سمك البلدي هتلاقي الذكر فص خشن قوي ومفشر زي البربونه كده، والسمكه نتايه ناعمه شويه، تمام. دي بالنسبه للالوان. حاجه تاني؟ كان حد سأل على حاجه تانية؟ تمام. اي حد له فيديو عندي انا نزلته النهارده يتفضل يتفرج عليه، والاخوات اللي ما شافوش او ما عندهمش مشاكل او ما كانوش يعرفوني او يتفرجوا على الفيديو، في الفيديو دوني هيشوفوا كل فيديو هيلاقوا الرد اللي انا قلته، يتفادوا يعني المشكله، يتفادوا من الغلطه، يعملوا سمك كويس. في الصيف يا جماعه ان ملح ال4 ايام او ال5 ايام بالكتير جدا. التفويت 1%، يعني مش شرط انك التشريش، عفوا التشريش 1%، مش شرط ان انت تشرشي لان الدنيا حر اصلا. فاحنا ممكن نطلعه من الملح، ننفضه، نحط عليه شويه الزيت ونحطه في التلاجة، تمام، دول حفظ يقعد معانا اسبوع. هنقعده اكتر يبقى معانا في الفريزر يقعد معانا 6 شهور بامر الله. السردين نفس الموضوع، بيتملح يوم او يوم ونص وبرده بيتحط فين؟ في التلاجة. نتجنب الحر، نتجنب جنب البوتاجاز. التفويت يا جماعه لازم السمك يتحط من عند صاحبه، نحطه في عبوه لا غطا 2 أو 3 ساعات. ما نقعدش نحطه في مصفى وننشره، والشغل اللي بيخلينا ابقى عايز اخبط دماغي في الحلقه الدهني عايزين نبطلوه. عايزين اي حد يشوف فيديو بيحط شطه هيدود. اه الشطه ده، الشطه لما يكون بتملح شويه زيتون وفلافله وكده، انما انت بتعمل فسيخ يبقى نطره كركم صغيره مع الملح الخشن والسلام عليكم. انما شطه لا لا لا، وكركم وخل، ايه اللي بقى؟ ايه دي واللي يعمل عجينه بالزيت، واللي يعمل مش عارف دنكار، لا 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 لا، انتوا بتسموا نفسكم من البطيء. يعني اللي يشوف يعمل كده يا جماعه ابعتوا له كومنت قول له حرام اتق الله.
يعني انا مش بدور، لان ماليش في النت ولا الكلام ده. انا راجل ارزاقي وبشتغل بشوف مصلحتي، بس ده انا عملته او الجماعه اللي معايا عملوه عشان يلاقوا الناس بتتضرر، فعارفين ان انا بحب الخير. فجوا قالوا لي، قلت لهم لا انا هتدخل. فبعد اذنكم اللي يشوف حاجه مش على مزاجه، يشوف حاجه يعني ممكن تضر الغير، يعني ينبهه يقول له لا، يبعت له كومنت يقول له لا بلاش كده. تمام. يلا نفضل نخش كده نشوف الفيديو ان شاء الله مع بعض كده. ولو عايز حاجه من عندي ومن عندي، يا ريت نشير القناه لبعضنا، يا ريت ان احنا نتفرج كويس ونركز في الفيديوهات اللي فاتت واللي جايه ان شاء الله، عشان نستفيد، عشان ما يحصلناش اي مشكله في سمكنا ان شاء الله ونخسره. ربنا يا رب يرزقكم بالخير، واشوفكم ان شاء الله على خير باذن الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سلام. ما شاء الله، ربنا يبارك لك يا استاذ احمد، بجد مشيت على طريقتك بالظبط. انا كنت طالبه فسيخ دلع، فاشتريت السمكية كيلو الا ربع، اشتريت 4 سمكات عاملين 3 كيلو. ما شاء الله السمك اولا مكشش، ثانيا طالع احمر وزي الورد. انت قلت لي خليهم 4 ايام في التخليل وافتحي هنشوف هنشرش ولا لا. لو محتاج تشريش يتشرش في يوم. فتحت عليه بعد 4 ايام وكلمتك قلت لي وريني، بصراحه تحفه. ما شاء الله ما شاء الله، احمر وزي الورد يعني، والطعم مفيش بعد كده. الملح مظبوط جدا ودلع زي ما انا بجيبه، ويعني بصراحه النتيجه ما كنتش متخيلها ابدا في ال4 ايام دولت. وانا بس انت قلت لي ما تحطيش في اكياس كتير، انا بس ما دي الحاجه الوحيده اللي جودت فيها، يعني هي دي اللي انا عملتها غلط، يعني دي اللي عكس كلامك. حطيت في اكياس كتيره جدا، ولما جيت قفلت الصينيه قفلتها باكياس. ثواني كده بس، هات الفيديو هنا اهوت. دي الصينيه اللي انا حطيت فيها. قفلت الفسيخ قفلت الفسيخ في شنط كتير، وبعد كده رحت مقفله الصينيه من بره وحطيتها في فرن البوتاجاز. انت الصراحه قلت لي ما تحطوهوش في الشنط كتير، بس انا كنت خايفه من الريحه فحطيت في شنط كتير عشان تحجب الريحه. تسلم ايدك وربنا يبارك لك يا رب، وبجد يعني انا مش هعمل الفسيخ غير بطريقتك. كتر الف خيرك والله. الله اكبر. يا بركة بسم الله الرحمن الرحيم، بركة محمد بن عبد الله. يا رب بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. يا رب بسم الله الرحمن الرحيم.
واحدة كده نقول بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. عادي يا رب يهدينا الحال. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم مدام رضوى سيف. اخباركم ايه؟ انا عندي مشروع الفسيخ، وعايزه اقول لكم ان ده السمك البوري انا اشتريته من الحاج احمد وبعتهولي لغايه المعادي، وملحته بطريقته في 5 ايام بس. والله العظيم والله العظيم انا من الناس اللي كنت بقعد 15 و20 و25 يوم، انا فوتته يوم. وبصوا منظره